صباح السعادة والسكر الزيادة. أنا ماما شادن وبحب أحكي الحكايات، لكن وأنا بدور لقيت شوية أسامي غريبة حبتين: الإسكندر الأكبر، بطليموس الأول، كيلوباترا السبعة، أنطونيوس وأكتافيوس. فقلت يلا يا ماما دوري في الكتب واحكي شوية حكايات لأصحابي الحلوين عن تاريخ مصر. يلا أصحابي الحلوين كبار وصغيرين، ليكم مني ألف سلام وتحية، ويلا نطلع حكايات ونشوف أبطالنا النهاردة يبقوا مين. بقى الحكاية وما فيها الإسكندر الأكبر هو راجل كسب شوية معارك دخلها وقدر يحتل جزء كبير من آسيا قبل ما يتم 30 سنة. شفتوا إزاي؟ وعلى فكرة هو اللي أسس الإسكندرية. طب يعني إيه؟ وإحنا مالنا؟ والناس اللي قلنا عليهم علاقتهم إيه ببعض؟ واحدة واحدة أنا جاية أهو في الكلام. الإسكندر كان عنده جيوش وجيوش كتيرة قوي، واتعرف باسم الإسكندر الأكبر المقدوني. ليه؟ لأنه جاي من مكان اسمه مقدونيا من جوه اليونان. الإسكندر كان بيحكم دول كتير ومنها مصر، وعشان هم دول كتير قوي 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 سموها إمبراطورية الإسكندر الأكبر. صاحبنا ده لما مات الله يرحمه ما كانش عنده وريث للعرش، يعني ما عندوش أولاد يورثوا حكم البلاد الكتير. طب حصل إيه؟ هنا هنقابل تاني اسم بطليموس الأول. اجتمع قادة الجيوش اللي شاركوه كل المعارك والحروب وقسموا عليهم البلاد، وكل واحد فيهم اختار بلد اللي عاوز يحكمها. ولأنه من أشهر قادة الإسكندر الأكبر، بطليموس قعد وفكر: أنا عاوز دولة عظيمة ثرواتها كتير وليها تاريخ معروف كمان. قالك بس أنا هاخد مصر. دخل بطليموس مصر وعرف المصريين بيه، وكان له لقب. يعني إيه؟ يعني اسم تاني مشهور بيه، وهو اسم سوتير ومعناه المنقذ. وكده أسس دولة البطالمة. يعني إيه؟ يعني سموا الدولة على اسمه، وكمان هيحكم من بعده أولاده، فكانوا خلفاء للإسكندر الأكبر. عمل إيه بطليموس أول ما دخل مصر؟ قالك أنا هاخد مدينة اسكندرية دي تبقى عاصمة ومقر يحكم منه. وقعد يفكر ويفكر إزاي يبقى فيه اقتصاد كويس وفلوس كتير للدولة. قالك من العلم والتجارة، ومن هنا أنشأ مجمع للبحوث العلمية والأدبية زي جامعة كبيرة كده في اسكندرية، اتخرج منها علماء كتير جدا، وابتدى يأسس مكتبة الاسكندرية. طب ده العلم والاقتصاد يا أبلة شادن. استنوا هنا هقولك. اهتم جدا بالزراعة والصناعة والتجارة لدرجة إنه كان بيصدر العسل للصين. طبعا ده إنجاز في زمن لا كان فيه إنترنت ولا عربية ولا حتى طيارة ولا أي حاجة غير المركب اللي تسافر بالأيام وشهور وترجع بالأخبار. لما بقى فيه زراعة وصناعة وتجارة فكر وقال لازم يبقى لينا عملة معدنية، وكان أول واحد صاحب سك العملة المعدنية. احنا بنقول سك زي الجنيه الكوين يعني، لكن عليه صورته. يعيشوا ملوك ويتغير الزمن وتمر السنين وسنين ويحكم مصر ملوك، في منهم ضعاف في عهد البطالمة. يعني قصدك ايه؟ يعني جه من بعد بطليموس الأول التاني والتالت والحد الرابع والحد بطليموس الثاني عشر، يعني رقم 12، وده كان آخر الملوك. لا، آخر واحد أو واحدة هي كيلوباترا السبعة اللي قلنا اسمها قبل كده. شفتوا ربطنا الناس ببعضهم ازاي؟ وطلعوا كلهم يعرفوا بعض. طب عملت ايه صاحبتنا؟ كانت ملكة مصر بعد بطليموس ال12، ولأن دولة البطالمة في الوقت ده كانت ضعيفة فكرت كيلوباترا إنها تتحالف أو تتحد مع دولة قوية في الوقت ده، اللي هي مين؟ اللي هي روما. في روما كان في 2 من القادة بيتخانقوا مع بعض، أنطونيوس وأكتافيوس. فقالت لنفسها أنا أعمل تحالف مع أنطونيوس عشان يحميني من أكتافيوس، وأكتافيوس يعدي الموضوع كده ويسيب أنطونيوس ياخد مصر بكل خيراتها وثرواتها؟ أبدا. يتحاربوا في البحر، أنطونيوس وكيلوباترا بسفنهم وجيشهم من ناحية، وأكتافيوس بجيشه وسفنه من الناحية التانية. اتعاركوا أو اتخانقوا وسموها موقعة أكتيوم البحرية. الكلام ده كان سنة 31 قبل الميلاد. طب حصل إيه؟ ومين كسب الحرب دي؟ أقولك انتصر أكتافيوس، وطبيعي أنطونيوس وكيلوباترا انهزموا. والهزيمة دي تعدي عادي كده؟ لا، بعد الهزيمة أنطونيوس انتحر، ولما عرفت كيلوباترا السبعة إن هو انتحرت هي كمان. طب وبعدين؟ ما احنا قلنا إنها آخر ملوك البطالمة هي كيلوباترا، ولأنها ماتت أو انتحرت وبكده انتهى عهد أو فترة حكم البطالمة لمصر. ومصر هيجرى لها إيه؟ مش أكتافيوس كسب؟ بقت مصر ولاية رومانية، يعني بتتبع حكم روما. وبكده خلصت حكايتنا. استنوا لسه هستناكم تجاوبوا على سؤال الحلقة للمرة الجاية. إيه هي الآثار اللي سابوها لنا البطالمة في مصر؟ تاني، إيه هي الآثار اللي سابوها لنا البطالمة في مصر؟ هستناكم مرة تانية ونحكي حكاية تانية مع ماما شادن. بس قبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد وتسمعوا الحكايات. سلام.